تكملة للفيديو القديم اللي أنا كنت عامله. حد يا جماعة يعمل يعني تعمل عقد بينك وبين واحد لسه بتشوفه، واحد جاي من فوق اسمه جون ادوارد. المفروض مثلا إن هو سمعته كويسة وكل حاجة، بس بتحط روحك في ايده، بتعمل عقد بشرط جزائي. طبعا هو لسه هيحرقه الفترة دي. وانا كمان اتأكدت من المعلومة. انتوا عارفين يعني ما بطلعش اقول حاجة غير لما اكون الحمد لله متأكد منها يعني. عاملين عقد معاه ب 2 مليون دولار حتى. طب انت قعدت بالمصري يا اخي. يا اخي انت عارف تدفع بالمصري ما تدفع بالدولار. لدرجه ان هو دلوقتي هو الفعل اللي بيتحكم. على فكره انا ما كانش عندي اي مانع خالص ان هو يبقى ليه صلاحيات ويعمل. بس على الاقل حتى دايما ما تسلمش روحك كده لاي حد. لازم تعمل ايه لنفسك مخرج، تعمل نفسك اي حاجه عشان الطوارئ. اديك شفته هو جاي. عمل حاجات كويسة، بس لغاية دلوقتي ما فيش حاجة اللي هي واو قوي. ما انقذناش مثلا من حاجة، ما عملش صفقة سوبر غير الصفقة الوحيدة السوبر اللي عملها. هو صفقة الواد البرازيلي اخوان بيزيرا. والصفقات اللي هي كويسة شوية ممكن تبقى عضي الدباغ، ممكن محمد اسماعيل كويس. ناصر ناصر بتاع فاركو ده مهاجم، لو اخد فرصه ممكن يعني يبقى شويه. لكن غير كده الصفقات كلها ايدك والارض يعني. ما احنا مش هنضحك على نفسنا. ايدك والارض. وجايب مدير فني مالطو وهو اللي بيتحكم فيك وبقول لك انا لدرجه ان هو حتى بيقول لك لو خسر الماتشين اللي جايين بتوع البنك الاهلي وطلع الجيش وطلعنا مركز رابع، هو برضه قاعد. انا ما اعرفش جون ادو يا جماعه، هو ماسك يعني انا اسف، هو ماسك عليك صوره سيكو سيكو. اصل حتى لو ماسك عليك صور سيكو سيكو مش هيعمل كده اهو. وعايز اعرف برضه ايه العلاقه ما بين جين اودوار والمالت اللي هو اللي جايبه ده. ليه كل شويه هو مصمم عليه قوي كده؟ يعني الناس كلها، كل الناس وكل الجماهير وكل ده، كلنا شايفين ان ده مدير فني قليل. مالت راح في 60 داهيه. بس كل شويه هو متمسك بيه مش عارف على ايه، ويجي يقول لك ايه اصل هو شايل نادي الزمالك، اصل هو قاعد معانا بيشتغل معانا من غير فلوس. لو عايزين تمشوه يا ايه تمشوه بالفلوس يا جماعه. ما هو ده لو قعد يعني انا اخلي مدرب يقعد يخسرني بطولات بعد كده وفي الاخر امشيه. طب ما امشيه من دلوقتي عشان اوفر فلوس واوفر اهدار للنقط واوفر حتى اطلع. يا عم حتى لو مش هاخد اللي هو السوبر، بس اطلع بشكل مقبول. لكن انا هطلع بفضيحه. انا ما اعرفش جين ادو يا جماعه، زي ما قلت ماسك على ان الموضوع مش موضوع شرط الجزاء. شرط الجزاء انت ممكن تتصرف فيه ويدفع له. لكن لا ده في بقى حاجه تعوذ بالله بقى من خلف الكواليس احنا مش عارفينها. آه وزي ما قلت برضه في علاقه مريبه ما بين جين ادوار والمالت اللي هو اللي جايبه ده. جاي مدير فني مالت حرفيا ضايع 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 ضايع. عامة اقول ايه بس حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم. يعني خربتوا نادي الزمالك والله العظيم خربتوه. انت كنت جاي عمال تقول النادي السفينه فيها خرم وهسد ومش عارف إيه. ده انت ده اقول ايه ده انت يعني الجو فاهم نكحت السفينه وفاهم خلاص السفينه غرقت خلاص. مفيش يا عم يا جماعه مش قدها يا جماعه خلاص امشوا يا جماعه. حتى الدكتور مش عارفين تجيبوها. مش عارفين تعملوا اي حاجه خالص نادي الزمالك. امشوا يا جماعه سيبوها احسن. امشي هي كده كده خربانه خربانه. امشوا وسيبوها.